كم سهرنا من ليالي للصباح لا ننم، كم عراقيل كسرنا، كم حفظنا من رزم، كم جسور قد عبرنا، كم زرفنا من حمم. نبتغي صيد المعالي، نبتغي رأس الهرم، نقضي ساعات طوال نستقي علم العجم، نستهين كل غالي كي نحقق الحلم. إن سئمنا لا نبالي فلنسير للآمل، إن قمة الجبال تستحق لا جرم، إن قمة الجبال تستحق لا جرم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم كريم الشيخ. كم سهرنا من ليالي للصباح لا ننم. فانا ان شاء الله جاي اقول لك على الخلطة اللي هتخليك صاحي طول الليل، تفضل تذاكر وانت مصحصح ومركز والمعلومات بتدخل في دماغك زي العسل. انا ايام ما كنت في الثانوي كنت بعمل حاجة كويسة كده كانت تخليني سهران طول الليل. طبعا انا طول النهار مفحوط في الدروس وفي المذاكرة والكلام ده، فيدوب العشاء تقدم من هنا تحس ان الواحد خلاص هلكان وعايز ينام، عايز ينام باي طريقة. طب انا عايز اكمل، عايز اذاكر شوية كمان، او على الاقل خالص لو نمت ما طولش في النوم، لان خلاص ما عادش في وقت ان احنا ننام فيه. كل دقيقه من وقتنا عايزين نستغلها في المذاكره. المهم يا سيدي، اخوك كان بيحب القهوه قوي، كنت كل يوم لازم اشرب فنجانين ثلاثه. المهم يا سيدي، جيت في يوم كده بعد العشاء النوم كبس عليا، بس انا عايز اكمل مذاكره لان كان في حته كده عايز اكملها مذاكره عشان في عليها امتحان الصبح في الدرس، فكنت محتاج ان انا اطبق عليها شويه. بس خلاص النوم كبس عليا، عايز انام يعني هنام. فاعمل ايه؟ قلت لوالدتي تعمل لي فنجان قهوه. كان عندي مج كده كويس، يعني هو وسط، لا هو كبير ولا هو صغير، كان وسط كده، كنت متعود اشرب فيه في اليوم مرتين ثلاثه. المهم قلت لوالدتي تعمل لي فنجان قهوه عشان اكمل مذاكره. فالمهم والدتي عملت لي فنجان القهوه وجابته لي، شربت فنجان القهوه وخلصته، على اساس بقى هقعد افضل اذاكر، برضه النوم مش عايز يمشي. فالمهم قلت لنفسي كده، طب ما انام ساعتين ثلاثه وبعد كده اقوم اكمل مذاكره. فالمهم قلت لوالدتي هدخل انام ساعتين بالظبط وانت تيجي تصحيني. دخلت يا باشا نمت، وبعد ساعتين بالظبط لقيت والدتي بتصحيني. اقوم من النوم، شفت انت بقى اللي كان كابس عليه النوم وصاحي من النوم اكن نام بقاله 8 9 ساعات. انا قمت زي كده، قمت غسلت وشي واتوضيت يا باشا وفضلت لحد الفجر اذاكر. المهم طول ما انا بذاكر مش حاسس ان انا عايز انام، حاسس ان انا نايم وشبعان نوم، والمذاكره كويسه ان انا فاهم وان انا مستوعب الكلام كله، مش زي الاول ان انا كنت يعني اكون نام ساعتين وصحيت لقيت نفسي لسه عايز بقى ان انا شويه عشان افوق وشويه عشان ادخل معلومات في دماغي ومش عارف ايه. فاهم انت؟ لا انا يا دوب صحيت من النوم، غسلت وشي واتوضيت، لقيت نفسي عمال اذاكر والدنيا تمام لحد الفجر، ما بطلتش مذاكره، وكل المذاكره ذاكرتها دخلت في دماغي. جيت تاني يوم جربتها تاني، قلت لوالدتي اعمل فنجان قهوه، ودخلت نمت. اقوم بعدها بساعتين ثلاثه الاقي نفسي فايق والدنيا تمام. يعني ممكن في اليوم كله ما انامش غير 4 5 ساعات بالظبط، اللي هم الساعتين ثلاثه اللي بنامهم بعد فنجان القهوه دول، وممكن بعد الفجر انام ساعه، بعد الظهر انام ساعه وكده يعني. فالمهم لقيت الموضوع ده كويس معايا قوي، وفضلت مكمل على الموضوع ده، ان انا اشرب فنجان القهوه وادخل انام ساعتين ثلاثه، وبعدين كده اصحى واكمل مذاكره. فمش عارف اقول لك بقى ايه السبب الرئيسي في كده، هل ان انا بشرب القهوه فبقوم فايق، ولا هل نوع القهوه هو اللي كويس، ولا ايه بالظبط؟ مش عارف اقول لك ايه، بس الطريقه دي مشيت معايا. فانت جربها وقت ما تكون انت عايز تنام كده، اشرب فنجان القهوه وادخل نام، بعد 3 4 ساعات كده يا باشا اصحى وشوف نفسك هتكون عامل ازاي. لقيت الدنيا تمام، كمل على الموضوع ده وان شاء الله تمشي عليه لحد اخر السنه. بالنسبه بقى للناس اللي هتفضل تعلق وتقول لك القهوه غلط وكتر القهوه غلط، بص يا باشا، طول ما انت ما زودتش عن 3 فناجين في اليوم يبقى كده مفيش ضرر عليك. هو كتر القهوه ان انت تشرب 4 5 فناجين كل يوم ده هو اللي غلط، انما انت تشرب فنجانين 3 ده حاجه كويسه. ونصيحه بقى ليك، خليك طول ما انت قاعد على وضوء، دخلت الحمام وانت طالع توضى، طول ما انت قاعد خليك متوضي، خليك على وضوء كده. ولو حسيت ان انت عايز تنام برضو كده بعد ما شربت فنجان قهوه وصحيت، لا قوم غسل وشك وتوضى وتعالى صلي ركعتين وكمل مذاكره، ان شاء الله ربنا يكرمك. وقبل ما تفتح كتاب المذاكره اقرا صفحه واحده، صفحه واحده بس من القران، هتفرق معاك ان شاء الله. فيبقى انت كده خليك على وضوء واقرا صفحه من القران قبل ما تبدا مذاكره، واشرب فنجان القهوه قبل ما تدخل تنام، ولما تصحى كده في وسط المذاكره وابقى اشرب فنجان كمان، وكتروا بقى من الفاكهه والعصاير والكلام ده، لان انت هتعوض النوم بتاعك بالاكل والشرب، فاهم ازاي؟ فيبقى انت لا بتاكل ولا بتشرب ولا بتنام، يبقى انت كده ملهاش لازمه ان انت بتعمله. فانت كل واشرب طول ما انت صاحي، فاكهه بقى، عصاير، معرفش، لحمه، فراخ، الكلام ده، واشرب قهوه ونام لك 4 5 ساعات في اليوم زي العسل، وان شاء الله ربنا يكرمكم في الامتحانات. واللي يجرب الطريقه دي ويلاقيها مشيت معاه يجي يكتب في الكومنتات عشان الناس تشوف التعليق بتاعه ويمشوا على الطريقه دي برضه. يلا لو عايزين حاجه تاني اكتبوها في الكومنتات وانا هرد عليكم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.